اهلا بيكم في فيديو جديد، اتمنى تكونوا بخير. الفيديو ده يا جماعه هو تقرير مفصل للي حصل في معرض ابن سندر يوم السبت الموافق 2 مايو اللي هو كان امبارح. اول حاجه انا عايز اقول ان النجاح الحقيقي او سبب رئيسي في النجاح اللي شفناه امبارح في معرض ابن سندر، اليوم الجميل اللي احنا شفناه في معرض ابن سندر، سبب رئيسي كان حضور حبايب طيور روماني، متابعين طيور روماني، هواة طيور الزينة، الناس الجميلة اللي جم وشرفونا، كانوا سبب أساسي في نجاح المعرض. لأن المعرض بدون هواة لطيور الزينة هيبقى معرض بلا قيمة، لأن هو معمول لخدمة هواية طيور الزينة. طبعا ده رقم واحد. رقم اتنين، المجموعة المميزة اللي كانت معانا من العارضين أكبر دليل على إن المعرض متكامل ومش محتاج أي حاجة. بالإضافة طبعا لتواجد مميز لمجموعة هواة كناري مصر، اللي كانت بقى ترابيزة هواة كناري مصر بتحتضن معظم الفعاليات اللي كانت في المعرض، زي مسابقة أجمل عصفور وزي الندوة وزي المحاضرة وكل الكلام الجميل اللي شفناه كان على ترابيزة هواة كناري مصر. ولذلك دايما بقدم لهم كل الشكر وبقول ان تواجد هواة كناري مصر في المعرض بيكون اضافة قوية جدا ومميزة جدا للمعرض. طيب تعالى بقى نتكلم عن بداية اليوم. طبعا احنا كنا قايلين يا جماعة ان اليوم هيبتدي الساعة 3 لحد الساعة 11، فانا بطبيعة الحال وصلت الحديقة تقريبا الساعة 3 الا ربع. وانا بقطع التذكره كده وداخل، هي 5 جنيه تمن دخول الحديقه نفسها. لاحظت ان عربيه باشمهندس ماجد واقفه قدام الممر بتاع الطيور، الممر بتاع المعرض. وممكن تلاحظ انت ده، حتى هتلاقي العربيه ظاهره في اول بث مباشر عملته. ولاحظت ان في دربكه حاصله عند اول 2 عارضين، لان هم اللي قدامي، هم اللي في وشي اول ما بتخش الممر، اللي هو مزرعه الجندي باشمهندس احمد الجندي ومزارع الحسيني باشمهندس ماجد الحسيني. فانا رحت قلت لباشمهندس ماجد: انتوا لسه ما فرشتوش لحد دلوقتي، لسه ما جهزتوش؟ انا متعود ان انتوا الاثنين بتيجوا بدري وبتخلصوا اول 2 يعني بتبقوا جاهزين. فلقيته بيضحك، قال لي: هو المعرض هيبدأ الساعه كام؟ فقلت له المفروض الساعه 3، الساعه دلوقتي 3 الا ربع. قال لي: طب انا عايز اقول لك ان في هواة لطيور الزينة من الساعة 1 بيجوا وبيشتروا، وانا اتفاجئت باقبال غير عادي، لدرجة ان في منتجات خلصت والوقت الرسمي للمعرض لسه اصلا ما بدأش. فطبعا دي كانت يعني حاجة مبشرة جدا وخبر حلو جدا، بينذر او بينبه ان اليوم ده فعلا هيكون يوم مميز ويوم غير عادي وهيكون فيه اقبال غير عادي. فانا عايز اقول لك من اول لحظة والمعرض يعني فيه اقبال وزحام من الهواة. طبعا ميزة المعرض بقى ايه يا جماعة؟ ان الناس بتيجي تشتري مستلزماتها وتمشي، ناس تيجي تشتري وتمشي، تيجي ناس تانية تشتري وتمشي، لان احنا مش قافلين على الهواة، احنا مش قافلين على الناس وبنقول لهم لا استنوا معانا، لا هنعمل هدايا، لا هنوزع، لا هنعمل. اللي عايز يقعد يقعد، اللي عايز يمشي يمشي، المكان مفتوح، اللي عايز يشارك في المسابقة، اللي عايز يحضر الندوة، براحتك تماما. فعلى مدار اليوم يعني استقبلنا اعداد كبيره جدا من الهواة. واذا ما كانش البث المباشر اللي انا كنت بعمله كل ساعه موضح ده، فانا عايز اقول لك اللي امن الحديقه نفسه بيقول لي مبيعات التذاكر فوقت التوقعات في يوم المعرض. فالحمد لله ده كان نجاح حلو جدا جدا. برضو من الحاجات اللي حصلت في المعرض، احنا كنا قايلين ان عدد العارضين 13 عارض. من المفاجآت اللي حصلت في المعرض ان يوم المعرض نفسه عدد العارضين زاد، يعني بدل 13 عارض بقى 14 عارض، لان الاستاذ زهير جه يوم المعرض وقال: يا جماعه انا عايز اكون عارض من عارضين معرض ابن سندر. وبالفعل اخذ ترابيزه وحط عليها مجموعات متميزه جدا من طفرات الكناري الممتازه اللي فعلا هو مميز فيها، وكان اضافه قويه لمعرض ابن سندر استاذ زهير. وتخيل لما يكون هاوي جالك مره واثنين وثلاثه، ويجي المره دي يقول لك انا عايز اكون من العارضين، فده برضو دليل على النجاح، وهو طبعا منور المعرض دايما. برضو من ضمن المفاجآت اللي حصلت في المعرض ان في صحافه جت، يعني في ناس جم وقفوا معايا، وقفوا باشمهندس احمد مع باشمهندس احمد
وقالوا لنا يا جماعه والله احنا صحافه من جريده كذا وعايزين نعمل تقرير عن المعرض. وطبعا احنا وافقنا ومفيش اي مشكله، والناس صوروا التقرير بتاعهم وصوروا معايا وصوروا مع عدد من العارضين وصوروا مع باشمهندس احمد الجندي. انا مش حابب بس اقول اسم الجريده غير لما التقرير بتاعهم ينزل. فزي ما بقولك ده برضو دليل على النجاح. كل ده يا جماعة بيدل ان المعرض مسمع، وان المعرض فرض نفسه، وانه اصبح اهم معرض شهري لمستلزمات طيور الزينة ولهواة طيور الزينة داخل مصر، ولله الحمد. وطبعا بنشكر ربنا على النجاح اللي احنا فيه. برضو عايز اقولك اللي كان فيه حضور مميز لاساتذه كبار، يعني استاذ احمد الشيخ احمد ابو جميله شيخ الهوايه كان موجود، استاذ احمد عادل الكابتن فورم نجم من نجوم السوشيال ميديا في المجال كان موجود. في ناس كتير جم وشرفونا من محافظات كتير في مصر. يعني عايز اقول لك وانا رايح الحديقه الصبح في حد كلمني قال لي يا استاذ روماني انا جاي من المنيا ووصلت محطه مترو مش فاكر قال لي الشهدة تقريبا، اعمل ايه؟ فقلت له اقرب محطه مترو هي حمامات القبه. وجه فعلا وسلم عليها في المعرض وقال لي انا اللي كلمتك وانا فعلا جاي من المنيا وبتاع. طبعا منورنا ومشرفنا. وعايز اقول لك اللي في ناس كتير جت من محافظات كتير، وفي ناس جت بطيور من محافظات، وطبعا منورنا وشرفونا في المعرض. ومنهم اللي يعني يا ريت ايه اللي يكتب لنا تعليق كده، اللي كان موجود يكتب لنا تعليق ويقول لنا جاي منين. برضو في ناس جت من بره مصر، يعني انا شفت ناس من ليبيا، شفت ناس من السودان. وعايز اقول لك من السودان يعني في سيدات، يعني في سيدات مش رجال كمان، جم وجابوا حاجتهم وخدوا طيور وخدوا مستلزمات. برضو كان في من فلسطين. فبسم الله ما شاء الله، يعني عايز اقول لك ان المعرض مسمع حلو جدا، ويعني فاد ناس كتير جدا جدا. تعال بقى نشوف مجموعة واد كناري مصر بقى والتميز اللي عاملينه، والترابيزة المميزة بتاعت واد كناري مصر اللي ضمت المسابقة، مسابقة أجمل عصفور اللي كان الحكم فيها باشمهندس ماجد الحسيني، والشيخ أحمد أبو جميلة ادانا كلمة، ومدام نجلاء ادتنا كلمة برضو محاضرة عن التغذية وعن المستنبت، وباشمهندس حسين رمضان ادانا محاضرة عن القلش. وفي وسط المحاضرة أستاذ أحمد أبو قمر راح جاب هوهوز، جاب هوهوز ووزع على الأطفال اللي موجودة كلها. يعني روح محبة وروح جميلة، وكانت يعني بصراحة كان يوم مميز جدا يا جماعة. برضو من ضمن الحاجات اللي فاجئتني وانا داخل المعرض لقيت حد من شركة اوسكار، وهو مش من العارضين بالمناسبة، يعني هو مش من ضمن العارضين الدورة ديت، لكن لقيت الناس بعتلي هدايا، بيقول لي وزع على حبايب طيور روماني الهدايا دي بمعرفتك وزي ما تحب. طبعا انا بشكر شركة اوسكار على الدعم دوت، والهدايا اللي جت كلها اتوزعت على الهواة، وتصور فيديو بكده ونزلناه على الصفحة ممكن تدخل تشوفه. بشكر شركة اوسكار. طبعا يا جماعة انا من الناس يعني عمري ما بطلب من حد هدايا عشان اوزعها او الكلام ده، ولكن كل ده بيجي محبة من الناس ودعم من الناس. وانا والله اقسم بالله ما كنت اعرف الموضوع ده، واتفاجئت بيوم المعرض. فكل الشكر لشركة اوسكار على دعمها لهواة طيور الزينة. والحمد لله زي ما انا بقولك اقبال الهواة كان مستمر، ناس تيجي وناس تمشي، وناس بتيجي وتقعد، وناس بتيجي وتخلص حاجتها وبتمشي، وناس جاية للمسابقة لحد اخر اليوم كان فيه هواة. يعني عايز اقولك الساعة 11 الا ربع احمد الشهاوي عايز يخش بالعربية علشان يشيل الحاجة بتاعته، لان خلاص فاضل ربع ساعة